عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام. اليوم عنا فيديو جديد. اليوم عنا فيديو شرح درس البدائيات. تنتسب الجراثيم إلى مملكة البدائيات التي تنقسم إلى الجراثيم والجراثيم الخضر المزرقة. بنية الجرثوم: دقق بالشكل المجاور وألاحظ بنية الجرثوم ثم أكمل ما يأتي. يتآلف الجرثوم من خلية واحدة ذات جدار خلوي، يليه غشاء سيتوبلازمي، وفي الداخل سيتوبلازما تحوي مادة وراثية، لا يحيط بها غشاء نووي، ولا يحوي الجرثوم جسيمات كوندرية. أشكال الجراثيم تنقسم إلى مكورات وتأتي بالشكل مكورات مزدوجة، سطحيات، وعنقودية. أما العصيات تأتي بشكل عصيات ثنائية أو سلاسل. أما اللولبيات تأتي بشكل منفرد فقط. هل تعلم أن عدد أنواع الجراثيم النافعة يفوق بكثير عدد أنواع الجراثيم الضارة، وأن الإنسان يستخدم الجراثيم في إنتاج الغذاء والوقود وتدوير البيئي وإنتاج بعض الأدوية وتخليص البيئة من الكائنات الميتة. تكاثر الجراثيم: تنتشر الجراثيم في كل مكان وتتكاثر بسرعة كبيرة عندما تكون الظروف مناسبة. تعلم: تتكاثر الجراثيم بسرعة عند توفر الشروط المناسبة، وهي الرطوبة والحرارة المناسبة والغذاء. مراحل تكاثر الجراثيم في الظروف المناسبة: تنمو الخلية الجرثومية إلى ضعف حجمها وتتضاعف المادة الوراثية، وبعدها يتشكل غلاف خلوي وتنقسم المادة الوراثية وتتكون خليتان متماثلتان. مراحل تكاثر الجراثيم في الظروف غير مناسبة: تكون البوغ وإنتاجه. أما في الظروف المناسبة: انشطار ثنائي. تعلم: تلجأ الجراثيم في الظروف غير مناسبة إلى التبوغ من أجل حفظ نوعها من الانقراض. البوغة: خلية لها جدار صخري واقي تقاوم الشروط غير مناسبة لمدة طويلة. من الشكل نجد أن جراثيم التوستوك من الجراثيم الخضر المزرقة وتعيش في المياه الضحلة، وهذه المياه غير صالحة للشرب. وشكرا لسماعكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد. كان معكم يوسف عصام.